دخل رجل على أحد الحكماء قال: أخبرني، من عزيز النفس؟ قال: عزيز النفس هو الذي لا يعادي أحدا ويترك الجمل بما حمل إلا كرامته. قال: أخبرني، ما الفرق بين قليل الأصل وبين الأصيل؟ قال: قال: قليل الأصل من لا يؤتمن في صداقته، والأصيل من يؤتمن في عداوته. الله. قليل الأصل حتى إذا صديقك يغدرك، بس الأصيل حتى إذا عدوك أبدا ما يغدرك. قال: أخبرني عن عقوق وعن رضا للوالدين. قال: ذاك إسماعيل دعاه أبوه إلى الموت فلبى دعوته، فتلك خير الطاعة للوالدين. وذاك ابن نوح دعاه أبوه إلى الحياة فاختار الغرق والموت على الحياة. قال: أخبرني عن 5 لا أصاحبهم. قال: لا تصاحب من استصغر قدرك، ولا تصاحب من استكثر عليك سعادتك، ولا تصاحب من لم يقف معك في شدتك، ولا تصاحب من يريك وجها ويبطن وجها آخر، وإياك ومسايرة من لم يخف من الله. الله. هلا بنات، شلونكم؟ شلون الصحة؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وعافية. كل من يشاهدني ويشاهد الفيديو اليوم، شلونكم بنات؟ شلون الصحة؟ أكيد أول ما نبلش نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا أكيد اللي يعرفني هو يعرفني من صوتي. أنا صاحبة قناة يوميات الورد البنفسج. ذيك القناة اتهكرت وصار عليها بلاغات بعد ما أقدر أنشر بها أي شيء. فأريد من عندكم كل واحد كان مشترك بذيك القناة يجي يشترك بهاي القناة، لأن هذيك القناة بعد انسدت ما أقدر أنشر بها أي شيء. إن شاء الله راح يصير النشر مالتي بهاي القناة، وأتمنى دعمكم إلي والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واضغطوا لايك، لأن اللايك جدا ضروري إلي ومهم. ما تدرون اللايك قد يعني ضروري إلي ومهم. فأتمنى من عندكم تدعموني بهاي القناة. إن شاء الله شكو روتين أو فيديو أنزله راح تشاهدونه بهاي القناة بعد، يوميات أمرانية. وهنا أرجع وياكم بروتين اليوم بعد ما شفتوا يعني تريقنا والحمد لله والشكر، وغسلت المواعين، شاركتكم بغسل المواعين. هنا رجعت أسوي الغداء. طبعا هذا الفيديو مال يوم الجمعة، بس ما صار عندي مجال أدبلج فدبلجت لكم اليوم وحبيت أنزله لكم. هنا كان غدانا السمك. احنا طبعا بس يوم الجمعة نسوي السمك، بس باقي الأيام لا والله ما نسوي السمك، بس بيوم الجمعة لأن أبو الجهال صادف يعني قاعد يوم الجمعة. هنا جاب راح للسوق وجاب هاي السمكة، تقريبا هي وزنها 1.5 كيلو. طبعا السمك كلش غالي، الكيلو ب8.5 وأكو ب9، يعني هذا اللي يصير خشن كبار ب9. مع العلم هو كان كيلو السمك ب5.5 وب6000. الله يساعد الفقير اللي ما عنده. الحمد لله والشكر على كل حال. هنا بنات غسلت السمكة كل زين ونشفيتها من المي مالتها، وشرحتها بهاي الطريقة حتى من أخلي الملح يتبلغ بيها. أنا على أساس أشويها بالفرن مالت الطباخ، بس أبو الجهال راتها بالتنور. وشوية كان غدانا متأخر، هاي تقريبا الساعة ب3 ب3:30 الظهر، والتنور فوق بالسطح والشمس حارة،
يا معود يا بالغيرة خلنا نسويها بالطباخ ما قبل. فبعد تدرون ما نقدر نرفض له طلب، يدلل علينا ابو الجهال. صعدت اشويها فوق. هنا بنات خليت لها ملح وخليت لها نامندوزي حتى شوية تصير بيها حموضة. طبعا بنات والله العظيم ما تدرون ايش قد تعبت بهذيك القناة، وكلش يعني ضايجانة عليها. يعني ايش قد تعبت، وصار لي فترة انشر بيها، وما تدرون التصوير ايش قد يتعب والدبلاج. اكيد اللي عندها قناة يعني تعرف وتحس بمعاناتي. وقربت تقريبا اوصل لل1000 مشترك، بس ما اعرف ليش صارت عليها ابلاغات وانحظرت القناة وانسدت. فاتمنى من عندكم كل واحد كان مشترك بهذيك القناة يشترك بهاي القناة، حتى نرجع العدد اللي كان بذيك القناة يصير بهاي القناة إن شاء الله. وراح أنزلكم روتينات كلش حلوة وطبخات حلوة إن شاء الله. هنا بنات أرجع للروتين مالتنا. هنا صعدت فوق، شغلت التنور وراح أخلي السمكة. طبعا أنا خليتها على ظهرها، وبعدين من يستوي الظهر أقلبها على الوجه مالتها. هنا بنات خليتها على الظهر وغطيتها بالقبق مالت التنور، وراح انزل اسوي الصلصة. راح اخليها على السمك اللي هي دبس الرمان والكاتشب والليمون. انا ما عندي ليمون هذا يعني الفريش، عندي هذا الجاهز، راح اخليه من عنده عادي ما عليه شي. هنا تقريبا خاشوقة مال اكل دبس الرمان وخاشوقة كاتشب وشوية من هذا الليمون الجاهز، وراح اخلي شوية ملح. وهنا كملت عندنا الصلصة. واللي يحب يضيف بهارات مالت السمك عادي، بس انا كانت يعني ما متوفرة عندي فما ضفت. طبعا اللي يحب يضيف الصلصة عادي يصير، واللي ما يحب يضيفها لا يضيفها. اكيد هي بعد السمكة شاوينها بالتنور، والتنور يطلع طعمها كلش طيب. هاي حسب يعني رغبتكم. هنا هم عندي خيار وطماطة وبصل، راح اسوي زلاطة وشوية طرشي. جيت اسوي وياهم تمن احمر، فحسيت يعني ما الحق، لان قلت لكم الغدا كان متاخر والجهال يلا ماما يلا ماما. فاكتفيت بس بالسمكة وخبز وزلاطة وطرشي، وهالموجود والحمد لله والشكر على النعمة. هنا ما عندي طبعا بصل اخضر، تدرون يعني البصل الاخضر بس بالشتاء. أنا لم أتغير، هي الرؤية من اتضحت عندي أكثر. أدركت أحجام الناس الحقيقية من حولي، وبدأت أعرف ما يتدارى من معان خلف الكلمات التي تنطق. وعرفت أن الخيبات كالدواء، سأتجرع مرها لأنعم بالشفاء. أنا لم أتغير، هي فروق في الأشخاص كشفتها لي المواقف، وفضحتها لي العقبات والنجاحات. صدمات تلتها صدمات جعلتني أعود معهم إلى الوراء خطوات، جعلتني أضع كل منهم في موقعه الصحيح وفي منزلته التي يستحقها. ومع الكثيرين عدت إلى خط البداية من حيث دخلوا حياتي غرباء. أنا لم أتغير، لكني عرفت قيمة نفسي ووضعتها في القمة، ولم أعد أرهقها. فابتعدت حتى لا أتأذى أكثر، حتى لا أصدم أكثر، حتى لا أرى الشجعان جبناء والأصدقاء أعداء والأقارب غرباء. أنا لم أتغير ولم أشأ العزلة يوما، لكني رفضت العتب وترفعت عن الجدال، ووفرت طاقتي لما يستحق أكثر. مواقفي لم تتغير، مبادئي ثابتة كأسس الجبال، ونواياي واضحة كقممها.
لكنني رأيت النفوس تتبدل، والمعادن تتحول، وأنهار الخير عند البعض تتعكر. فأدرت ظهري لكل هذا وابتعدت لأبحث عن من يقدر وجودي، ليس لشيء سوى لأني لا أريد أن أتغير. وكان هذا فيديونا اليوم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك. التقيكم بفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. مع الف سلامة.